اليوم جبت لكم زوج انواع تاع لي ميني كيش اللي نقريهم في الدوار تاعي عن بعد. الفيديو كان شويه طويل، قسمته على زوج اجزاء. الجزء الاول درت فيه لي ميني كيش هادوما اللي يطيبوا في الكوشه، والجزء الثاني اللي درت لكم فيه لي باركيت بلا موس وطون. احتفظوا بالوصفه هكذا باش كي نحط الجزء الثاني تصيبوه. هنا لي زانغريديون تاع لاباط راح نخليهم لكم في لا ديسكريبسيون تحت. درت الفارينه لا مارغارين، بسستهم مليح بيدي حتى ترملوا. ندير حبه بيض وزوج مغارف كبار تاع ما يكون بارد. نطم لاباط تاعي مليح، نخليها تريح في الفريجيدير نص ساعه قبل ما نخدم بها. لو طون اللي تريح نروح نوجد لافارس تاعي اللي قليت فيها زوج حبات بصل حتى تحمروا كيما راكم تشوفوا، معدنوس، زيتون خضر، زيتون كحل، وراح نستعمل الطون. استعملت انا هذا كاب دو فير. علاه نحبوه خاطر الطون تاعو يجي اونتي، يعني يصيبوا واش ناكلوا فيه، ماشي كيما هذاك يجي مفتت. خلط كامل لي زانغريديون مليح كيما راكم تشوفوا. لافارس تاعي راهي واجده. بعد ما ريحت لاباط تاعي جبت ليمون. هنا استعملوا ليمون شاكو حابين، كبار ليميني مدورين. انا استعملت لكم هاد الانواع باش تشوفوا باللي كل موديل كيفاش يخرج. شكلتهم كامل ونروح نعمرهم بلا فخس بلا ما نتقبهم. نتقب برك لي باركيت في الجزء الثاني نقول لكم علاه. نروحو نخدموا لاباغاي كيش اللي تجي من الفوق. نديروا فيها حبات بيض، شويه كريمه سائله، ملح، فلفل كحل، شويه معدنوس، فروماج غابي اختياري. نعمر كامل هذوك لي باركيت تاعي بعد ما حطيت فيهم لافارس كيما راكم تشوفوا، ونروح ندير لهم شويه فروماج غابي من الفوق وندخلهم الكوشه يطيبوا من تحت. كي يتحمروا نشعلهم من الفوق. وهذه هي النتيجه النهائيه. يجوا بزاف بنان. لازم تجربوهم وخلوا لي رايكم في لي كومونتير، ونقول لكم تبقاو على خير في الجزء الثاني ان شاء الله.